أنا رندا مجدي ودي شوية فضفضة. مهم جدا إن يكون في حياتنا حد يكون فاهمنا بجد. يعني إيه يكون فاهمنا بجد؟ يعني عارف الحاجات اللي بتخلينا مبسوطين وفرحانين، والأهم من إن هو يكون عارف إن هو يكون مهتم جدا إن هو يعمل الحاجات دي بس عشان يخلينا مبسوطين. ومهم جدا إن يكون برضو عارف إيه الحاجات اللي ممكن تخلينا زعلانين أو متعصبين أو متوترين. والأهم برضو إن هو ما يكونش بيعمل الحاجات دي أو بيتجنب إن هي تحصل حوالينا علشان بس هو مش عايزنا نكون متوترين أو زعلانين أو خايفين أو قلقانين. الحقيقة إن دي نعمة، وتفاصيل النعمة دي أنا كنت لسه مخدتش بالي منها قوي. خدت بالي من النعمة دي في قعدة لما في حد اتسأل إذا كانت تعرف إيه الحاجات اللي بتضايقني أو إيه الحاجات اللي بتعصبني. والحقيقة ان الرد كان مظبوط بالظبط. ايه الحاجات اللي بتضايقني، وايه الحاجات اللي بتعصبني، وايه الحاجات اللي انا ما بحبهاش عموما في الناس، علشان هي دي اللي بتوصلني لمرحلة ان انا اقفل من الناس او ان انا ما بحبهاش في الناس وتخليني متعصبة. في كل الاسئلة والاجابات دي انا كنت بسأل نفسي سؤال: هل الشخص اللي عارف مفاتيحك دي هي اسرار شخصيتك، هي الحاجة اللي ممكن تنرفزك وتوترك والحاجات برضو اللي ممكن تخليك مبسوط وسعيد وفرحان؟ البني آدم اللي معاه المفاتيح دي كلها بيستخدمها ازاي؟ في ناس في حياتنا بتستخدم المفاتيح دي عشان تأذينا، وفي ناس بتستخدم المفاتيح دي عشان تخلينا في أمان، في أمان في مشاعرنا. البني آدم اللي معاه مفاتيحك ده لازم تسأل نفسك سؤال مهم جدا: البني آدم ده بيعمل ايه علشان يطمنك؟ علشان يطمنك ان مفاتيحك دي في أمان معاه، في أمان معاه ان كل مفتاح هو بيستخدمه صح، ما بيستخدموش غلط. يعني ما بيعرفش الحاجة اللي بتوترك علشان يوترك حتى لو كان هيصالحك بعدها، حتى لو كان هيرضيك بعدها. وكمان الحاجات اللي بتخلينا مبسوطين، لو عارف الحاجات اللي بتخلينا مبسوطين وفرحانين ومطمنين، ده معناه ان مفتاح الحاجات اللي بتخلينا مبسوطين وفرحانين ومطمنين مع حد غلط، لانه ما بيستخدمهاش ببساطة، حتى لو كان هيستخدمها في وقت بعد ما اشتغل على كل المفاتيح التانية. يعني وترك وزعلك وعيطك وخلاك غضبان وخلاك متوتر، وبعد ده كله ببساطة جدا يجي يستخدم المفتاح أو المشاعر اللي هتخليك مبسوط وفرحان ومطمن. الحقيقة إن كل ده ما بيبقاش حقيقي. الناس اللي بتلعب في مشاعرنا وبتستخدم كل الأدوات علشان تخلينا مش مستريحين، مش مستريحين في كلام، مش مستريحين في قعدة، مش مستريحين في خروجة، مش مستريحين حتى واحنا بنفضفض، مش مستريحين حتى في الكلام البسيط. ده معناه إن مفاتيح مشاعرنا مع ناس غلط، مش المفروض أصلا تكون معاهم. لان ببساطة في ناس كتير ممكن تكون عارفة عنك حاجات كتير، وممكن تكون عارفاك وحافظة شخصيتك جدا، بس بتبقى قصده انها تضايقك، تحرق دمك، تحرجك، توترك، تخليك على طول مش مستريح حتى في اي كلام بسيط ما بينكم انتوا الاتنين. مش كل حد يعرف المفاتيح بتاعة مشاعرنا فهو حد قريب مننا وحد نثق فيه وحد نقول قد ايه هو فهمنا. ممكن يكون اللي فاهمك كويس جدا وعارف مفاتيحك كويس جدا هو اكتر شخص مؤذي، وبيتعمد يأذيك ويلعب في مشاعرك، ويخلي طول الوقت مشاعرك متلخبطة ومتوترة ومش مستريح ومش مطمن. الشخص الصح اللي عارف مفاتيحك، الشخص الصح اللي فعلا نبقى فخورين وفرحانين ومبسوطين ان هو في حياتنا، هو لما تبقى قاعد بتسمع منه كل حاجة هو بيقولها عن شخصيتك وقد ايه هو فاهمها كويس جدا. وبعدين انت تتسأل السؤال: هل الشخص ده بيعرف يخليك مبسوط؟ اصل هو عارف انت بتتبسط من ايه. هل هو فعلا طول الوقت بيسعى بيجتهد جدا ان هو يخليك مبسوط وشايف ابتسامة على وشك وشايفك سعيد بجد من جواك؟ السؤال التاني: هل البني ادم اللي عارف عنك كل حاجة بيتجنب الحاجات اللي ممكن تخليك متنرفز او زعلان او متوتر؟ هل البني ادم ده طول الوقت مادام هو حافظك قوي بيعرف يبعد عن الحاجات دي عشان هو مش طايق ولا حابب يشوفك زعلان ومتضايق؟ ده مهم جدا. مش مهم ابدا هو عارف عنك ايه. في ناس مؤذية جدا بتبقى حافظة الشخصيات اللي قدامها اكتر من نفسها كمان، ما بيبقوش حافظينهم علشان هما بيحبوهم، بيبقوا حافظينهم علشان يعرفوا يلعبوا في شخصيتهم، يتحكموا في مشاعرهم، يتحكموا في شخصيتهم، وممكن كمان يغيروا في شخصيتهم. بس البني ادم اللي بيحبك بجد هو اللي هيبقى طول الوقت فاهم كويس قوي الحاجات اللي بتضايقك وبيبعد عنها تماما. هو مش عايز يأذيك، هو مش عايزك اصلا تكون زعلان ولا متوتر.
البني ادم اللي حافظك وفاهمك كويس جدا وبيحبك بجد عمره ما هيوصل معاك في مناقشة بسيطة جدا ان هو يضايقك او انه يسمعك كلمتين ملهمش لازمة او انه يحرجك او حتى يخليك تفكر شوية وانت متوتر وقلقان والافكار كلها عمالة تلف في دماغك ومش فاهم حاجة ومتنرفز جدا وممكن تكون غضبان جدا من كلمة بسيطة قوي اتقالت. ده علشان هو فاهم كويس قوي ان الكلمة دي هتعمل في دماغك ايه وهتعمل في تفكيرك ايه وهتعمل في احساسك ايه. مهم جدا برضو ان يكون الحد اللي ضايقك بيعرف يصالحك، وده برضو من ضمن الحاجات اللي انا كنت في القعدة دي كنت مبسوطة جدا وفرحانة جدا ان انا عندي الشخصية دي في حياتي. شخصية بتعرف تخليني بجد مبسوطة، شخصية بتبعد تماما عن اي حاجة توترني او تخليني زعلانة او تخليني غضبانة او تخلي دماغي تشتغل اكتر من اللازم. شخصية بتعرف تصالح بجد. في ناس بتصالح علشان الموضوع يخلص وعلشان الكونفرزيشن تخلص وعلشان مش عايزين وجع دماغ وخلاص تمام انتي صح وانت صح وكل الناس صح مش عايزين نفهم حاجة. بس في حد بيبقى فعلا بيفضل قاعد معاك لحد ما يوصل للحاجة اللي بجد مضايقاك ومزعلاك ويفضل يحاول ويتناقش ويتكلم معاك وممكن كمان ساعات يراضيك علشان هو فاهم بجد مشاعرك وفاهم بجد قد ايه انت متوتر دلوقتي او زعلان دلوقتي. علشان هو فاهمك بجد وعشان هو مصر ان انت تكون كويس هتلاقي نفسك بعد ما تقعد معاه ولا كأن كنت زعلان في يوم من الايام ولا كأن كان بقالك حبة كتير جدا عمال بتغلي في مشاعرك ودماغك عمالة تودي وتجيب وكل الافكار الوحشة في دماغك وكل الغضب والزعل اللي في الدنيا كله جوه احساسك. في ناس بتعرف تحل المشكلة من جذورها، ده مش عشان هما بيعرفوا يحلوا المشاكل، عشان هما عايزين يحلوا مشكلتك، عايزين يطبطبوا عليك بجد. الناس اللي زي دي نعمة، بجد نعمة، مش بالأيام ومش بالسنين ومش بالشهور. في ناس بتبقى من جواها فعلا لما بتحب حد ومجرد ما هي حبته واستريحت له بيبقوا عايزين بجد يشوفوهم كويسين. الحقيقة ان السؤال او الاسئلة دي لما اتسألت انا اتخضيت جدا لان انا عارفة كويس قوي مش كل الناس اللي معاها مفاتيح شخصية اي حد بيعرف ان هو يستخدمها كويس. في ناس بتستغل ده اسوأ استغلال وفي ناس ممكن تأذيني جدا لو عرفت قد ايه انا الحاجات دي بتضايقني او الحاجات دي ممكن تجرحني وتوجعني، الحاجات دي ممكن توترني وممكن كمان يبقوا عارفين الحاجات اللي بتفرحني ويمنعوها عني اصلا او يبقوا قاصدين ان هم ينكدوا عليا اي حاجه ممكن تخليني مبسوطه وفرحانه. السؤال ده لما اتسال انا اتوترت لاني ما احبش ابدا ان يكون مفاتيح مشاعري في ايد حد مش امين، بس في نفس الوقت انا اطمنت واتبسطت لاني سمعت كل الحاجات اللي جوايا بجد. سمعت بجد ايه الحاجات اللي بتخليني متضايقه وايه الحاجات اللي ما بحبهاش عموما في البني ادمين اللي بتعامل معاهم وبتخليني اقفل منهم ومش عايزاهم حتى يكونوا قريبين مني، وايه الحاجات اللي بتعصبني لدرجة ان انا بتعصب بجد مش بس بتضايق، بعبر عن زعلي وبعبر عن غضبي بعصبية. الناس دي طلعت عارفاني قوي، والاهم من ده كله ان انا لما سألت نفسي الناس دي بتعمل ايه علشان تخليني اوصل للمراحل دي، الناس دي عارفة مفاتيحي وبتعرف تستخدمها كويس ولا لأ، استريحت واطمنت. لأن مهم جدا ان يكون في حياتنا حد يكون عارف مفاتيحك بجد وبيستخدمها صح جدا. مشاعرنا مش لعبة في ايد اي حد، ومش صعب ابدا ان حد يكون فاهمك وعارفك وحافظك. في ناس متخيلة ان صعب جدا حد يفهمها، لا بالعكس، اكتر الناس المؤذية واكتر ناس بجد بتعرف تأذي الشخصيات اللي حواليها هي اكتر ناس فاهماك وحافظاك وعارفة الحاجات اللي بتضايقك. بس المهم ان احنا نريح ظهرنا كده شوية ونبص عليهم، نشوف الناس دي بتبقى عارفة التفاصيل دي عشان تعمل ايه. يعني في وقت زعلك هما كانوا موجودين، في وقت غضبك هما استحملوك، في وقت حزنك هما كانوا جنبك وبيطبطبوا عليك. لما بتبقى عايز تفضفض وتتكلم اول رقم بتدوس عليه بيبقى هما. لما بتبقى تعبان وعندك ازمة ومش قادر تتكلم ومش قادر تتحرك ومش قادر تعبر وما عندكش القدرة لا النفسية ولا الجسدية انك تطلب من حد مساعدة، وهما بيبقوا عارفين، بيبقوا موجودين، بيبقوا اول ناس يبقوا حواليك. وجودهم فعلا بيبقى فارق ولا ما بيبقاش موجودين اصلا. بتتحايل عليهم علشان يبقوا موجودين، بيعملوا المستحيل عشان يقربوا منك، بيعملوا المستحيل علشان يخففوا عنك حزنك وألمك ووجعك، ولا ما بيعملوش كده. لما بتبقى فرحان بجد بتحس ان هي دي الناس اللي هتبقى فرحانة وهي دي الناس اللي هتشاركك فرحتك،
هي دي الناس اللي بجد انت هتبقى مبسوط لما تقول لهم على الحاجه اللي بسطاك. وغالبا الحاجه اللي بتبقى عايز تشارك فيها الناس في الفرح، لو ما كانوش موجودين معاك في الحزن والتعب والازمات، مش هتعرف تشاركهم الفرح. لان ببساطه جدا البني ادم بيبقى محتاج الناس وهو ضعيف مش وهو قوي، وهو حزين مش وهو فرحان، وهو متوتر وقلقان وتعبان مش وهو واقف على رجله وبيحتفل بكل الحاجات اللي حواليه وقد ايه هو مش فارق معاه اي حاجه في الدنيا غير ان هو مبسوط. ساعتها لو الناس دي ما كانوش موجودين معاك في الحزن، عمرهم ما كانوا هيبقوا موجودين معاك في الفرح. وجود الناس حواليك في الفرح مش هو المقياس ابدا، وجودهم في الحزن وفي الوجع والتعب والاذى ده المقياس الحقيقي. هو ده اللي لازم تقيسوا بيه معادن الناس حواليكم، ولازم ساعتها تشوفوا الناس دي فعلا بجد كانوا فاهمينكم، ولا الناس دي بتحاول انها تفهمكم وما كانوش موجودين عشان هما ما كانوش عارفين ان انت شخصيتك محتاجة حاجة دلوقتي، او ان انت موجوع دلوقتي، او ان انت محتاج مساعدة دلوقتي. لكن الناس اللي بتبقى عارفة الحاجة اللي تضايقك وانت متأكد ان الناس دي عارفة كل حاجة عن شخصيتك، فهماك كويس جدا، عارفة ادق التفاصيل في حياتك، عارفة مفاتيحك كلها امتى وليه بنستخدمها، ومع ذلك ما بيبقوش موجودين. ساعتها انت بتحس ان المفاتيح دي اتاخدت منك غصب. ساعتها انت بتحس ان انت اتضحك عليك، ان ما كانش المفروض ابدا حد يسرقك ويعرف مشاعرك وتدخله قوي في حياتك وتدخله في تفاصيل مشاعرك وتعرفه كل مفتاح بيشتغل في ايه، علشان في الاخر الناس دي اخدت المفاتيح وبيستخدموها ضدك. يمكن الناس دي ما كنش موجودة اصلا ويبقى معاهم المفاتيح ومش عايزين يستخدموها اصلا. وفي ناس تانية بيبقى معاها المفاتيح وقصد انها توجعك، قصد انها تستخدم كل المفاتيح اللي هتأذيك، يضايقوك بكلمتين، يتريقوا عليك، يرخموا عليك، يسمعوك كلمتين ملهمش لازمة، يفكروك بحاجات مش المفروض ان انت تفتكرها. بس لو بصيت ساعتها هتلاقي ان بجد هما مستخدمين المفاتيح الصح جدا. هما عارفين ان الكلمة دي لما هتتقال هتوجعك، هما عارفين ان الموضوع ده لما يتفتح هيضايقك، هما عارفين ان الحاجات دي لما تتقال قدامك انت هتتنرفز. ساعتها لازم نرجع خطوتين ورا ونسحب مفاتيحنا من كل الناس دي. مش كل الناس المفروض تبقى عارفة عنك الحاجات الكويسة والحاجات الوحشة، كفاية عليهم قوي يعرفوا الحلو، لان الوحش ما يخصهمش لان هم اصلا ما بيبقوش موجودين فيه، ولما بيعرفوه بيستخدموا وحش، فملهاش لازمة من الاخر. خليهم بس في الحاجات الكويسة. انا عملت الفيديو ده علشان اقول ان انا ممتنة جدا لوجود ناس فهماني وعارفاني وحافظيني كويس، والاهم من ده كله ان انا لما روحت اكتشفت ان انا مفاتيحي مع ناس في امان. مهم جدا ان انتوا تلاقوا ناس مفاتيحكم معاهم في امان. مفاتيح مشاعركم مش لعبة في ايد الناس. مش كل اللي عارف عنك حاجة هو فاهمك كويس، ساعات بيبقى عارفك علشان يأذيك، وساعتها لازم تفكروا 1000 مرة ان انتوا تسحبوا منهم المفاتيح دي وتحموا نفسكم ومشاعركم، لان ساعتها مفاتيحكم ما بتكونش في امان.